السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله شركاء النجاح وصباح الخير دي اكسن. اليوم معنا مباركة لأخت عادت بقوة، لأخت وصلت لأول رتبة وكانت مبتعدة عن مشروعها، ولكن هي عرفان إنه هذا مشروع العمر، مشروع الحياة، إنه دخلت بقوة وبنت فريق قوي وما شاء الله فريقها كمل. وهي بسبب الظروف موجودة بسوريا وكان عندها يعني ظروف قاهرة، ونحن حكينا إنه بنقدم مباركات لاشخاص يكونوا على رؤوس خطوطهم، ولكن بعد ما تواصلت معنا وعم حكينا ظروفها والشيء اللي مرت فيه، والله يعني مثل ما بقولوا تعذر، ولكن الوعود كانت انه راح ترجع بقوة، وان شاء الله تكمل مسيرتها وتتابع ان شاء الله للماسية وللسفارة الملكية. الف الف مبروك للاخت ياسمين طبشو، الف الف مبروك من سوريا الغالي، من سوريا الحبيبي لوصوله لاول رتبة، والف مبروك لقائدة الفريق الأخت عائشة بكري. ألف ألف مبروك عليكم، وإن شاء الله العقبة للسفارة الملكية. وما بننسى أنه وعدتنا يا أختي ياسمين أنه بدنا نشد الهمة ونوصل، وهاي المباركة أكبر حافز لإلك، نحن محفزين بالدرجة الأولى لكم، ولكن نحن اليوم ما بنتعب غير مع الشخص يلي عم يتعب ويضحي ويقدم. الله يبارك فيك يا أبو الوليد، والله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله ألف مبارك للأخت ياسمين وصولها لأول رتبة بسلم النجاح. ذكرت لي أنها من الساحل السوري، لو مباركتنا من الساحل ما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله ألف مبارك عليك. هي الرتبة غيبتك الظروف نوعا ما عن العمل بسبب بعض الظروف وبعض التحديات، لكن أنت اليوم هي عبرة لإلك أنه شفتي مشروعنا، زرعت بعض الزرع أثمر الحمد لله رب العالمين، زرع بسيط زرعتيه اليوم أثمر، من خلاله وصلت لأول رتبة بسلم النجاح، رتبة ستار ايجنت. فبعض التعب، بعض الاجتهاد، بعض البذل، رغم التحديات معلش نتعب بإذن الله تعالى على مشروعنا. والله نحن بمشروع يستحق، نحن بمشروع يستاهل التعب. فاليوم كما ذكرنا زرع بسيط أثمر هي الرتبة، نزرع كذلك الأمر بإذن الله تعالى ثمار أخرى، ونستمر إن شاء الله على الوعد اللي وعدتيه، ونشوفك بالماسية بإذن الله تعالى وبالسفارة أنت وجميع شركائك، ونحو السفير نطير إن شاء الله.